ميمري من السعوديات الملهمات اللي نعرفهم. التقدم في ريادة الأعمال النسائية جاء نتيجة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، خاصة أن رؤية 2030 تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. منال عثمان، جدة. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، والان الى شركاء النجاح زملائنا في الميدان. خلينا نروح الى الرياض. ابراهيم العنزي ومن الخبر الزميله سميه السعيد وسلطان شعيب من حايل، ومن الطائف بهاء عسكر من مكه بهاء عسكر من مكه. نقول لكم صباح الخير زملائي وشركائي في نجاح صباح السعوديه. صباح الخير عليك بهاء، صباح الخير عليك سمية، صباح الخير عليك سلطان، صباح الخير عليك إبراهيم. ونبدأ من الخبر مع زميلتنا شيماء السعيد، لك الصوت والصورة. صباح الخير فيصل، معك اليوم سمية مو شيماء. يسعد صباحك وصباح المشاهدين جميعا. حنتكلم اليوم طبعا عن تجهيزات رمضان اللي تتميز بتنوعها سواء في المعجنات أو في الحلويات مع ضيفتي لطيفة فهد. أهلا وسهلا لطيفة. هنا حياكي. لطيفة، تقولي لنا إيش المعجنات اللي تتميز فيها برمضان والحلويات؟ في حبيبتي عندك الحلويات، عندك القطايف، قطايف عصافيري، عندك النمورة، عندك البلح الشام القامات عادي والقامات بالجبن، وعندك البقلاوة زي ما انت شايفة والسكريات. طيب تقولي لنا، انت عددتي لي اسماء معينة للحلويات، ايش الفرق بينهم؟ الفرق كل واحد يتميز بشيء، يعني عندك هذه بالجبن يعني هي عجينة وبالجبن، وعندك القامات العادية معروفة، بلح الشام معروف، وعندنا الشيء الجديد اللي هو بلح الشام بعد بالقشطة، يعني يحشونها قشطة وبس حبيبتي. طيب برمضان تحديدا ايش الحلويات اللي اكثر شيء تتميز فيها، اللي هي قطايف وانواع ثانية من الحلويات؟ تكلمين عنها. نفس الشيء، القطايف هي اكثر شيء اللي تيجي بالرمضان، القطايف والقطايف عصافيري والنمورة والقامات وبلح الشام والقامات بالجبن. طيب بالنسبة للمعجنات، ايش اكثر المعجنات اللي عليها اقبال في رمضان؟ المعجنات بانواعها والله، في عندنا الزعتر والمحمرة لا اله الا الله السبانخ، وعندك اللبنة والأجبان يعني بانواعها، وفي دجاج وفي حلو. وبالنسبة للسمبوسة، طبعا يعني رمضان اكيد لازم سمبوسة. ما يخلى من سمبوسة. عندك السمبوسة عندنا 3 أنواع، الجبن لا إله إلا الدجاج والخضار، وكبة لحم ودجاج. هذه بالنسبة للمعجنات. طيب بالنسبة للزوار يعني أو اللي يشتروا اللي هي المعجنات والحلويات، هل فترة اللي يجوا فيها الفترة النهارية ولا في المساء؟ هو الأكثر في النهار، الفترة بين بعد العصر يعني كزوار، كفترة اللي بعد العصر ليل المغرب كذا، أما في قبل خفايف يعني شوي. طيب بالنسبة للقطايف، احنا نعرف في اللي هي القطايف المقلية والقطايف اللي هي العصفورية الظاهر يسمونها، وفي أنواع ثانية اللي هي مجرد العجينة. هل انتم تسووها ولا لا؟ أيوة ممكن نسويها، العجينة اللي هي عجينة القطايف أيوة ممكن نسويها، تكون جاهزة أيوة متوفرة إن شاء الله. إيش كمان أنواع ثانية من موالح بيتيفور تكون موجودة في رمضان؟ هو هذا البيتيفور المعروض هنا عندك، والبقلاوة عندك البقلاوة العادي والسبيشال، وموالح سبيشال هنا عندك. شكرا لك لطيفة. يعطيك العافية.
وكذا فيصل زي ما شفنا في رمضان تتميز بأنواع كثير من الحلويات، سواء كانت وخاصة القطايف، طبعا قطايف الجبن، قطايف اللوز، بالإضافة إلى العصفورية وأنواع كثير يفضلوها، خاصة في المنطقة الشرقية في رمضان. وعودة لك كل للاستوديو. الشكر لك يا زميلة سمية، يعطيك العافية. انتم شيماء عينين براس، يعني كلكم واحد. الله يعطيك العافية سمية، شكرا لك. ومن الخبر إلى الرياض مع زميلنا إبراهيم العنزي. صباح الخير عليك إبراهيم. صباح الخير فيصل، ويعطيك العافية، وصباح الخير لكل من يشاهدنا في هذه اللحظات. طبعا أقف حاليا في أسواق القرية الشعبية في مدينة الرياض. طبعا شهر بالقرب، اقتربنا من شهر رمضان، وقبل شوي يمكن زميلتنا سمية في الخبر تغطي عن الأغذية والمشروبات. طبعا الكلام أتكلم عن يمكن رمضان مش الأغذية والمشروبات فقط، رمضان يتخلل أشياء كثيرة جدا. أنا اليوم موجود في هذا السوق اللي مشهور بأنواع الأقمشة وقطع القماش اللي يمكن يكون عليها الطلب أكثر في شهر رمضان، وأيضا الملابس الجاهزة اللي تصمم من أقمشة محددة. ها؟ ليه؟